ما تبقاو بارك عليا بالبارطاج، الله يجازيكم، راه قهرتوني بالبارطاج، تبلوكا لي التليفون بارطاج. ارجع الى التراجل، ارجع الى التراجل، انا نتحداك، ارجع يا غير ما تقد ترجع، ارجع نحسب لك كم قبضت من البقع الارضيه في العيون وفي بلايط العيون. سكت عبد الرحيم. وفي الداخله ارجع يا المتمصلح يا المرتزق، ارجع يا اللي مصيفطك الشاف حسن ديال لا دي ار اس، ومعك الخليه الاعلاميه اللي كتقولوا الخليه الاعلاميه يا الذئاب، وسلم لي على شحاته الامام الغليظ واش دار الريجيم والله مزال. ارجع يا الكلب، ارجع نصبنك مزيان يا المصاص يا اللحاس اللي ما عندك تصل ولا تصيله. ارجع يا اللي كتقول عندنا شكام وبرقاق، انت هو البرقاق واللي وراك الشويف حسن، وراني نعرف موقعكم مونت لا جولي وفي اورلي وفي ايفرو، وراني جايكم لفرنسا الكلاب. وجد راسك وقول شحاتي وجد راسو، وقول المحيميدي وجد راسو، والمجموعه كامله راني نعرفها واخباركم كامل عندي. وإلا كنت عندك راجل ارجع. الصحراء اللي تقول عنها مستعمره هي اللي كتقبض البقع من عند الولات والعمال في العيون، وقبضت البقع في البلايه، وقبضت البقع في الطرفايه، وقبضت البقع في بوجدور، وقبضت البقع في الداخله. وحنا يا ولد الكلبه ما قبضنا فيها الشبر بنا نفس. يا غير انت لئيم وانت شماته وانت تعيش غير في الخباث، تعيش غير في الخز. ارجع الى كنت عندك راجل نتحداك، وجيب معك حميدي وجيب معك البيضاني وجيب معك تسسويت كامله. يا غير ما تقد طلعت من شفت العلايات وحدهم. ارجع الى كنت عندك راجل. السياده كون الى ما نحوك، راني غير ما بغيت نقول لك الكلام الخاسر. وشكرا الدكتوره امينه، تحياتي لك. ما يرجعش، راه هرب صافي. وني بيك شيخ البدو، وني بيك صافي. يعني لا يوجد يعني شيء نختم به من احسن من كلام الشيخ البدو، وهروب راضي اللويلي، هروب يعني مدل من مواجهه المغربي الحر، يعني الشيخ البدوي من الصحراء المغربيه الذي وضع له النقط على الحروف، لكنه هرب هروبا كما هرب من المغرب وذهب الى لا نعرف حتى اين ذهب. وكان اول صحفي يصور لنا يعني المأساة ديال المعيشه في التندوف والظلم، يعني اللي تيظلموا هذوك الناس من السلطه الجزائريه اللي حاكمه فيهم وحابساهم في الحبس. هذا هو الخطا الكبير السي عبد الرحيم. نتحداه يجيب وثيقه مغربيه دوليه تثبت عنه صحفي. هو ليس بصحفي، هو كان متعاقد، كان خدام كونترا وما عنده لا دبلوم لا شهاده من الصحافه، ما عنده حتى ستاج، حتى دبلوم يثبت على انه دوا ستاج. ونتحداه عنده بطاقه لجمعيه من اللصوص يسمون بصحافه ما نعرفهاش، جمعيه بطاقه لجمعيه تدعي على انها جمعيه للصحفيين. ونتحداه يجيب السي في ديالو، مولي نتحداه يجيبه، ما عنده اثبات على انه صحفي. واش غير اللي قام يقول لنا حنا صحفي؟ الصحافه راهي بشروطها، يتفضل يجيب لنا اثباته. يا غير انا عندي اثباتاتك. مدرسه النوادر راهي تتكلم، وحيوط النوادر الحمر راهم مزال بلادهم فم. وخير فيك لا تنترني باش ننعت لك. انا راني شيخ حق، وصل هنا نعت لك خدمه الشيوخ حق، ولا هنا نعت لك خدمه المقدمين، ولا هنا نعت لك خدمه العملاء ديال الحموشي وديال الياس المنصوري والمخابرات. راه اللي نوريها لك. النوادر راهم مزال في بلدو. وجد راسك. نغير الموضوع شويه. وجد راسك. سي عبد الرحيم، الناس كيقول لك في الكومنتير صالح امينه ودنيا. اكيد تصالحوا ان شاء الله. مصالحين. شيخ البدو تحياتي ليك. انايا من قبيله وانا تنتسنى فيه باش يعني تيسينيالي امينه الدكتوره. شوفي الاخت دنيا، الامينه الدكتوره امينه الدكتوره فاضله كنعرفوها، انا كنعرفها شخصيا، اخت محترمه والله يعمرها دار. شتي السيده فاش تشوفي واخا كلامها، ولكن انسان في قمه الطيبوبه، راه ماشي قدامها صراحه، في قمه الطيبوبه، قمه الاخلاق. ولكن من حقها تنفعل على مغربيتها ومن حقها تنفعل على وطنها، وانا ما كنلومها على هذا، ما نلومها عليه صراحه. وانت تقبلي وانت ودنيا ملي راني كنحييك على رحابه صدرك، كنحييك تقبلتي كل شيء بكل شجاعه وبكل اريحيه، كنحييك وشابو با. مرحبا. شيخ البدو، سأظل دائما هكذا والله. لا، انا صدري رحب للجميع، واخا انا كاين الناس كيسبوني وكندير لهم لايك وحق الله، كاين الناس كينعتوني يعني بابشع النعوت وكندير لهم لايك. عندي الدنيا هانيه لانني انا ضميري مرتاح. المهم هو راحه الضمير.
وانا اللي ما هربتش من المواجهه. راه قالت لك امينه راك قلتي كل شيء، ولا بغيتي تهني راسك من اي صداع يعني ولي قولي الصحراء مغربيه وهني راسك من كاع هاد المشاكل. ايوا صافي، هاي رساله وصلت، فهمتي؟ ايوا صافي، هاي رساله وصلت. وقواعد تيك توك غادي نتبعها بحال اللي قال لي شيخ البدو، ان شاء الله نتواصلوا في الخاص ويعطيني قواعد تيك توك. هي هذه يعني انا نهار دخلتي اول مره، اول قاعده دخلت معاك قاعده الكيست، واش الا عقلتي وكان واحد الصحفي من تركيا وكنتوا تتكلموا على العنصريه في تركيا وراك عاقله. لكن يعني فاش ولا هذا الحوار دابا ديال هذيك الكلمه وديال البلوزه الى اخره، احنا وضحنا دابا الامور كما قال لك شيخ البدو، باش لا بغيتي تقدي امورك في التيك توك لانه لا علاقه له مع القناه التي يعني انت عندك قواعد ديالها خاصه. هنا قواعد خاصه بين المغاربه، لان في جميع الاحوال تجرى اي صراع راه حنا اللي تنتصروا في الاخر كمغاربه في هذه السوشيال ميديا في اي الاحوال كيفما كان. كما قلت لك اول مره يعني انا بغيت تستمري. صدري رحب وسعيده بتواصلي معكم، سعيده بجميع الاراء رغم الاراء اللي كتكون شويه قاصحه. معليش دكتوره امينه على الراس والعين، شيخ البدو على الراس والعين. الناس كان انت سي عبد الرحيم استفدت منك بزاف معلومات تاريخيه، وكاين بعض الناس قالت لي يقولوا دنيا طلعت طيبه، والله الناس كيسحب لهم انا سمومه، ولكن انا ماشي مسمومه والله الا طيبه. ان شاء الله الله يجعل ايامك كلها خير. اختي امينه تنشكرك بزاف. لا يعني باش ما نزيدوش نطيلوا اكثر في الحوار ونخرجوا عليه، ما حد كمل هكا في هذه الكلمات الجميله ديال الشيخ البدوي، الشيخ البدوي يعني الشيخ المغربي اللي شرف لنا يعني كلامه، شرف لنا رسالته، ولا نجد شيئا اكثر من كلامه وكلام الجميع مكامل احترامه لكم جميعا. تنشكروا اي واحد ارسل، واي واحد يرسل لنا قيست اللي وصلت تقريبا 40 قيست ما قدرتش يعني نجاوب كل شيء، وليس يعني انني شي حد ولا عندي شي حسابات، بل حاولت نسبق الناس اللي هما يعني عندهم درايه بالتاريخ ونشتوا الوثائق اللي شفناها وشافتها حتى الاخت دنيا تقدر يعني تستند بها وبغات الفيديو فيها، ووصلنا يعني شفنا رويدي الليلي كيتيسينيالي ونشر تقريبا 40 يعني نشر اللي نشر ديال اللايف، وراه طلع وتيتصنت باش يسينيالي يعني هذا هو العمل. ولكن فاش جا شيخ من الشيوخ المغاربه مثله كالشيوخ المغاربه الذين مروا على هذه الارض المغربيه، راه هرب هروب يعني صندلستان اللي تيخليو دائما صندلتهم في اي حرب كانت، وهذه حرب، وهي حرب السوشيال ميديا اللي قلنا للدنيا انك ان دخلت الى هذه الحرب فاما انت تاتي لي سر بالمغاربه وترفعي معنا سيف التمغربيت من اجل الصحراء المغربيه، أو تنتمي لأي منطقة تريدين، فنحن المنتصرون كما كنا دائما. اسمح لي خويا عبد الرحيم في هذه النقطة ممكن ما نتفقوش أنا وياك. أنا ما داخلاش من أجل الحرب، أنا ما داخلاش من أجل الحرب، داخلة من أجل الحق، ولكن ما داخلاش من أجل الحرب. ولكن نحن المغاربة نحارب. أنا ما كرهتش أننا كاملين وكنقولها لك بكل صراحة وبكل شجاعة، وعارفة بأنه الناس ما تعجبهمش هذه الهضرة هذه. أنا كنتمنى لان كاملين قولي تفيد وما تبقى حتى حدود بيناتنا كاملين، لانه العدو ماشي هو اللي كيسحب لينا، العدو راه في بلاصه اخرى، والعدو راه كيستافد منا بزاف، فريمون كيستافد منا بزاف. وهذا الشيء انت كدارس للتاريخ راك عارفه مزيان. ولكن من 63 لانه دارس التاريخ عارف بان اكبر عدو للمغرب هو الجزائر، ما كاينش شي عدو قد الجزائر، هي اللي قسمت بلادنا، لانه دارس التاريخ، واي حد دارس التاريخ عارف بان العدو الاكبر للمغرب هو الجزائر. لان من 63 لهنا استشهد 30,000 مغربي بسبب هذا الصراع. من 63 لهنا فقد المغرب العشرات الالاف من الاموال اللي في هذه الحرب اللي هي حرب اعلاميه وفي الامم المتحده الى اخره. من 63 لهنا يعني كنا نسبقوا يعني مواضيع كسبتهم ليلي اللي كانوا اصلا قبائل يعني في الديانيون سببا في سقوط سبتها كذلك بالخيانه ديالهم للاسلام قبل المغرب، بخيانتهم يعني للاندلس، كذلك وضعهم يد كذلك مع الاسبان والبرتغال. ليومنا هذا ما زلنا نعاني في هذا التضليل ديال التاريخ ديالنا اللي تضرب الشباب. ولادك انت ولادي اللي يجيو مستقبلا يصيبوا ان جزائري كاتب في كتاب اليوم تيسب في عبد الرحمن بن هشام اللي ساعدهم في 1844 واستشهدوا 10,000 مغربي من اجل الجزائر، وفقدنا لاله مغنيه. نوصلوا كذلك ل 1860 نوجدوا ان المغاربه بسبب الجزائر دخلوا في صراع مع اسبانيا بعد استقلالها من نابليون وجات هجمت علينا بزاف، لان لم يكن. انا كنقول بحال غادي نعاود واحد الكلمه قالها السي سالم على الفتاح، وهو
انسان محترم وكنحييه على فصاحته. قبل قليل قال حنا خصنا نكونوا احسن منهم، احسن بالمستوى، احسن من طريقه التفاعل، احسن بالوثائق، احسن بالعلم، احسن بكل شيء. هذه هي وسائلنا، هذه وسائلنا، ماشي الكلام الخايب والكلام الطايح، هذا ما عنده حتى معنى. والا شنو الفرق بين انسان محترم وانسان غير محترم؟ نحن احسن منهم اختي دنيا من زمان. لو قارنا حتى في الامم المتحده محمد الخامس طالب باستقلالهم، بل هم طالبوا بتقسيمنا. هذا وحده ميزان يجعلك او يجعل العالم كامل يشاهد كيف نحن كنا نريد. هذه اكثر عليها في لايف. قلت محمد واحد الجزائري ينكر بان محمد الخامس كان مع استقلال الجزائر، وتواجهت معاه وما خليتوش يكمل. قلت له انت تنكر حقائق تاريخيه. راه انا ملي كنبغي ندافع على الحق كندافع على الحق. اللي عليا واللي عليا عليا ما. اوكي شكرا اختي. اخر تدخل لعثمان باش نشوفوا لو موافقين نيسروا، ما كانش نكملوا نمشي. عثمان مرحبا خويا، راه بزاف الناس وما عرفت اخي عبد الرحيم. السلام عليكم اخي عبد الرحيم. سلام اخت امينه، الاخت دنيا، تحياتي لكم جميعا. الاخت دنيا، انا عندي سؤال فقط وغادي ننزل. اللايف الاخير كنتي قلتي ما كرناش زعما نكون ما كرناش زعما نكون المغاربه والجزائريين اخوه. كنعرفوا حنا ان الجزائر كتدعم البوليزاريو صح؟ لا، النظام الجزائري يدعم البوليزاريو. النظام الجزائري. ما دخل بالنسبه انها لتقرير مصير الشعوب، ياك هادشي اللي كاين. ما دخل هاد الدعم في ان المغرب بلد الرذيله والملك يتاجر في ابنائه في سوق النخاس؟ ممكن تجاوبينا اخت دنيا؟ هاد الهضره بعدا ماشي ديالي، دونك ما غاديش نجاوب عليها. ما عرفتش شكون قالها هاد الهضره. الاخ ود عاصمي اللي كان عنده يطلع يوريك من وكاله انباء الجزائريه التي تمثل الشعب والنظام، اللي هي ربما تمثل الاعلام الرسمي. لكن انا اسمح لي وغادي نقول هذا الموقف وغادي نعاودوا واخا عارفه بان بزاف ديال الناس ما غاديش يعجبهم الحال. راه عندي اصدقاء وزملاء راه كيدافعوا على المغرب اكثر من المغاربه نفسهم. وصدقني الى ردينا على النظام. راه عندي صديقتي وهرانيه سميتها امينه، راه ولدها كتخدم معايا، ولدها كتلبسوا قميص المنتخب المغربي، وشحال من مره كتدابز مع الناس لانها كتدافع على المغرب. فما يمكنش نعتبروا ان جميع الجزائريين اعداء. وانا كنشوف بعيني وحده كتدافع عليا قدام الاغراب، وحده يعني جات انا عاقله. وقع واحد الموقف مع فلسطينيه في خدمه مع فلسطينيه، كان مغاربه وكانوا جزائريين. فلسطينيه ناضت سبت في عرض، سبت المغاربه نقولوها صراحه، وانتم مغاربه وما بعرف شو. ناضت امينه اللي هي وهرانيه جزائريه حره، ما خلاتلهاش قالت شكون انت باش تدري على المغاربه؟ شكون انت؟ خصكم تعرفوا هاد الحقائق، خصكم تعرفوها. ما تبقاوش، لانه ربما نتوما ماشي فما احتكيتوش مع ناس اخرين ولا مع ناس. راه كاين ناس كانوا فعلا كيساندوا المواقف المغربيه راه اكثر من بعض المغاربه وحق الله. الاخت دنيا، الى ردينا على النظام ما غيجاوبوناش الشعب الجزائري؟ الشعب فيه غنبقاو بحال هكا حنايا الى ما زقوش على هاد التفاهه ديالهم. يوميا المراه المغربيه دخلي شوفي. اسمحي لي اخت دنيا، هذاك دنيا الله يخليك، هذاك كبير الموريتاني وهذاك قادر، دخلي شي نهار تخفيه وشوفي اش كيقولوا عليك انت وعلى امي وعلى اختي وعلى عمتي وعلى خالتي. المراه المغربيه عاهره، المغرب شنو غندير انايا؟ اخويا بعض المغاربه قالوا عليا انا عاهره، وقالوا عليا الكلمه اللي كتبدا بالقاء، يعني ما بغياش نخسر الهضره. حيت اختي دنيا كنتي كتبان لهم انك مواليه للنظام الجزائري. ما بغيناش نزلوا لهذا المستوى، وبغينا نكونوا شعب واعي ومثقف ومسلح بالعلم كما يعمل عليه السي عبد الرحيم، ونحييه على هذه المبادره على هذه القناه. تحياتي اخي عبد الرحيم، تحياتي اخت دنيا، وتحياتي لكم جميعا. شكرا اخي عبد العزيز، الله يرحم والديك. شكرا.
خذ كتبوا لي على الراي المغربي، واخا يعني هو ما متبعش ديال الصفحه ديالنا، راه طلعت الراي ما سبقش ليا يعني تابعته. مرحبا خويا. السلام عليكم ورحمة الله، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وخير. أستاذ الكريم، لي الشرف التواجد معك. تحية لكل ضيوفك الكرام.